السلام عليكم، ازيكم حلوياتي وحبايبي الغاليين اللي بحبهم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. مش هين عليا بصراحة ابدأ واعمل فيديوهات كحك. انا يعني صعبان عليا رمضان، خلاص فاضل كام يوم ورمضان يخلص، فقلت ابدأ بقى من الكنافة. وعملت لكم اكتر نوع كنافة بحب اعمله في رمضان. هو متعب في عمله شوية بس النتيجة حلوة، يعني النتيجة بترضيني. وبعدين لو عندك ضيوف هتعجبهم قوي. انا بصراحة سميته كنافة بلية لان هما صغيرين كده شبه البلية. بصوا الواحدة في ايدي قد ايه، يعني ممكن تاخدوا الواحدة على بق واحد، يعني لو حد بقه كبير شوية هياخد واحدة على بق واحد. والكنافة دي اختراع وحصري، وطبعا محدش بيعملها الا انا على السوشيال ميديا كلها. وبعملها بغطا ازازة الحاجة الساقعة صغير ده، وتنفع بأي غطا. يعني لو انتوا حابين تكبروها شوية هتكبروا بقى الغطا. بجيب الغطا، بجيب كيس صغير كده وبالرشاشة، بس الرشاشة دي برش على الكيس كده رشة واحدة من المية. ومعايا الكنافة بتاعتي اللي هي قطعتها كده صغير، او ممكن تضربوها في الكب ضربة كده بحيث ان هي تبقى صغيرة كده وناعمة. وحاطين على الكنافة السمنة بتاعتها، يعني انا مسيحة السمنة ومقلباها في الكنافة. تمام. بحط بقى طبقة من الكنافة كده في الغطا تحت، وبعدين بحط بقى ايه اي حشوة. يعني حابة ان انا احط مثلا بندقية، لوزية، حتة عين جمل. لو عندك بقى تين مجفف اللي هي المشمشية، ممكن تقطعيها قطع صغيرة كده قد حجم يعني البندقية وتحشيها برضو من الحاجات دي. ولو عملتيها سادة خالص برضو هي حلوة تحفة. بصي بقى زي ما انت شايفة كده، انا رشيت رشة مية بعد ما حطيت الكنافة وكبستها بايدي. بس اهم حاجة لازم اشيل الزيادات اللي من على الحرف، اولا عشان شكلها يبقى حلو كده ومرتب، ثانيا عشان ما تتحرقش معايا في الفرن. وشفت انا برضو حطيت حتة تين مجفف عشان اوريكم ان انا بحشيها بالتين. تمام. الصينيه اللي انا حطيت فيها دي حطيت فيها سمنه، دهنتها سمنه بلدي. وبعدين ابتديت بقى ارص الكنافات كده. يعني ممكن تعمليها كده وانتي قاعده قدام التلفزيون تتفرجي على مسلسل، اقعدي كده تسلي فيها. هي بتاخد وقت شويه بس النتيجه حلوه. واهم حاجه ترصيهم بعيد عن بعض شويه كده، متلزقهمش في بعض علشان ياخدوا تحمير كويس. تمام. من على الوش كده بدهنها سمنة سايحة، سمنة بلدي برضو. وبدخلها الفرن على الرف اللي فوق النص، يعني بحط الشبكة على الرف اللي فوق النص. تاخد بقى ما هي اللون الذهبي الجميل ده اللي انتوا شايفينه، متحمريش عن كده. طبعا البندقات واللوز والعين جمل والحاجات دي انا بحطها نية، لاني لو حطيتها محمصة ودخلتها الفرن هتتحرق معايا وتبقى لونها بني وهتبقى ممررة. فانت حطي الحاجه دي نيه يا دوبك الكنافه تتحمص وهما هيتحمصوا مع الكنافه، فهيدي التست المحمص الحلو الجميل اللي احنا بنحبه. الشربات بقى بتاعنا انا بحط كل واحده كده بحط عليها نقطتين كده، انا ما بحبش احط شربات كتير. بالنسبه بقى للشربات انا بحس ان ده حسب الذوق، يعني بتحبوه كتير بتحبوه قليل، ده حسب ذوقكم. بصوا بقى الكنافات ما شاء الله عليها طالعه جميله ومقرمشه ولذيذه وصغنونه واموره وعسوله. انا بحبها جدا، يعني اكتر نوع كنافه انا بحب اعمله في رمضان. بصوا ما شاء الله عليها مقرمشه، ورغم ان انا غطيتها برضو بس هي بتبقى مقرمشه يعني. اللوزيه جوه هي محمصه. لما انا كنت حطيتها بقى محمصه من الاول ودخلتها الفرن كان زمانها بقى لونها بني جايه من السودان، وكان هيبقى طعمها ممرر. فانا قلت برضو انبه عليكي في النقطه دي عشان برضو تبقي واخده بالك وتطلعي الحاجه مظبوطه. ممكن كمان نعملها ساده من غير حشوه تبقى حلوه جدا برضو. دي اللي بالبندقيه كنت قاعده ادور عليها عشان انا بحب البندق اكتر حاجه، فانا قاعده ادور على واحده فيها بندقيه عشان اوريها لكم، حلوه جدا برضو. لو عندك عزومه قريب جربي لهم النوع ده من الكنافه هيعجبهم جدا. بس اهم حاجه وانتي بتعمليها في الغطا اكبسيها كويس، ضغطي عليها كويس عشان متبقاش منك مفكوكه مهويه كده ومفكوكه وتبقى شكلها حلو. ده كان فيديو النهارده، فيديو كنافه اللي انا بودع بيها رمضان. اتمنى يكون الفيديو عجبك. لو عجبك الفيديو ما تنسينيش بقى في اللايك والشير، حطي لي لايك عشان انا بتعب عشان اعمل لك الفيديوهات الحلوه دي. اشوفك على خير في فيديوهات جايه كتير، والسلام عليكم.